السلام عليكم متابعينا الكرام. اخواننا الاعزاء، في هذا الفيديو نتكلم عن ملخص مباراة نادي الاتحاد ونادي الفيحاء. نعم، هذه المباراة الذي خيب فيها نادي الاتحاد جماهيره، الذي كان يعول جمهور الاتحاد على انطلاقة جيدة مع المدرب البرتغالي الجديد، لكن الحمد لله على كل حال قدر الله وما شاء فعل. في هذا الموسم يعني نادي الاتحاد يمر بظروف صعبة جدا. إذا كنت اتحادي اترك دعوة من قلبك بالتعليقات، ولا تضغط لايك والاشتراك بالقناة، وهارد لك لكم من القلب. والف مبروك لجمهور الفيحاء نقطة التعادل امام نادي الاتحاد بطل الدوري. صراحة اخواني اصدقائي الاعزاء، الاتحاد اليوم فعل كل شيء، يعني استحوذ، سيطر، سجل، اهدر، حاولوا، راوغوا، بدلوا، اخرجوا، ادخلوا، لكن من دون فائدة او جدوى. نادي الفيحاء تقدم في الشوط الأول عن طريق لاعب فايشن ساكالا قبل الدخول في الوقت الإضافي في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول على وقع تقدم نادي الفيحاء على العميد الاتحاد. أخوانا أصدقائي الأعزاء، شوط ثاني عادي جدا تكتيكي، يعني الاتحاد حاول فيه لكن ما كان في توفيق في الإنهاء اليوم. انت كعاشق ومحب جمهور الاتحاد اكتب لي من المقصر اليوم، من هو السبب، ايش المشكله انه ما وصلنا لتوليفه ممتازه. طبعا اصدقائي، احمد الغامدي في الدقيقه 65 ادرك التعادل لنادي الاتحاد، من ثم في الدقيقه 88 بنزيما، وفي مباراة اليوم للأسف أهدر بلنتي وأهدر النقاط الثلاثة على نادي الاتحاد. إذا أخواني أصدقائي الأعزاء، مباراة انتهت بالتعادل عادل بين الفريقين، رغم أنه استحقاق فوز الاتحاد لأنه يعني تقدموا وكانوا أكثر خطورة وفاعلية من نادي الفيحاء، الذي عرف كيف يمتص هجمات نادي الاتحاد وعرف من وين تؤكل الكتف. شاركونا آراءكم، توقعاتكم، ما مدى رضاكم عن هذا التعادل. لا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك بالقناة صديقي، وشكرا لكم.